ايه رأيكم النهاردة نعمل الطعمية المصري على اصولها وتطلع بالمنظر الجميل ده، هشة وجميلة؟ يلا بينا مع بعض نشوف الطريقة. نص كيلو من الفول المدشوش بنقعه لمدة 8 ساعات، كل ساعتين نغير له المية. بصلتين كبار و8 فصوص من الثوم وحزمة من الكرات ونص حزمة من الشبت مع الكزبرة الخضراء وفلفل حار حوالي واحدة. اما البهارات كزبرة ناشفة وشطة وملح وفلفل وكمون وكمان شوية من الفلفل الاسود، وممكن نضيف شوية من بابريكا. بحط كل المكونات على بعض بعد تقطيع البصل والثوم والخضرة، وببدأ احط في محضرة الطعام اول كمية بخلطها بدون اضافة اي مية، ما بضيفش مية خالص. بنفس المية اللي بتطلع من اول كمية بحط عليها الكمية التانية، وهكذا لحد ما بخلص كل الكمية الموجودة عندي. خلاص كده اتطحنت وبقت تمام. ممكن اطحنها مرتين لحد ما تنعم. بعد كده بحضر كزبرة ناشفة وبصل وسمسم وشوية من البقدونس وشوية من الكمون بسيط وشوية من الملح، بحطهم على وش الطعمية وابدأ اقليها بالمنظر ده في زيت غزير طبعا بيكون ساخن. اول ما بتبدأ ان هي تحمر من جنب بقلبها على الجنب التاني لحد لما بخلص كل الكمية. وزي ما انتم شايفين طالعة في منتهى الجمال ولونها جميل جدا، وخاصة السمسم مع الكزبرة مدينها شكل حلو جدا وبيدوها طعم وريحة جميلة جدا. هنعمل كل الكمية بالمنظر ده، واحنا عارفين ان الطعمية من الاكلات المحببة للفطار الصبح. بنحطها في طبق التقديم تحته بقدونس، طبعا ان البقدونس مش للجمال بس ولكن بيمتص كل الدهون الموجودة في الطعمية. ممكن نقدمها مع جرجير مع سلطة خضراء. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ونال رضاكم، واشوفكم الفيديو الجاي على خير بإذن الله.